القوي، الذكي، الشرس، الجدع، الحنين، الخطير. كل واحد فينا عنده صفة مسيطرة عليه، بس يا ترى انت مين في دول؟ الفيديو ده معمول ليك، مش هنسمعك كلام متكرر. هقولك الحقيقة اللي الناس شايفاها فيك، وممكن انت تكون مش واخد بالك. فركز معايا لآخر الفيديو. برج الحمل، أجرأ واحد في الكوكب. ما بيفكرش كتير قبل ما ياخد أي قرار، اللي في دماغه بيعمله. بس ساعات بيورط نفسه في حاجات ملهاش لازمة بسبب التسرع ده. برج الثور، أقوى شخصية ممكن تقابلها. الثور دماغه ناشفة جدا، ولو اقتنع بحاجة مستحيل يغيرها حتى لو العالم كله بيقول له العكس. أهو عناده ده ساعات بيخليه يخسر ناس على الفاضي. برج الجوزاء، أذكى دماغ ممكن تقابلها. دماغه شغالة 24 ساعة، بيعرف يتكلم صح وعنده رد جاهز لأي حاجة. بس ما تحاولش تمسكه على كلمة، لأنه ممكن يغير رأيه في ثانية. برج السرطان، أحن قلب في الدنيا. السرطان ده لو حبك هيديك روحه، بس لو جرحته مش هيسامح بسهولة. مشكلته إنه ساعات بيتعلق بناس غلط، وده اللي بيتعبه. برج الأسد، الأقوى والأجرأ مع بعض. الأسد لو دخل أي مكان هتلاقوا كل العيون عليه، عنده كاريزما مش طبيعية. بس بلاش تهمله، لو حس إنه مش واخد حقه الدنيا بتتقلب. برج العذراء، الأدق والأكثر تفصيلة. العذراء ما بيسيبش تفصيلة تعدي عليه، كل حاجة عنده بحساب، ولو حاجة مش على مزاجه هيقعد يدقق فيها لحد ما يظبطها. بس للأسف ده بيتعبه وبيتعب الناس اللي حواليه. برج الميزان، العادل المتوازن. الميزان بيحب العدل جدا، دايما بيدور على الحل اللي يرضي كل الأطراف. بس مشكلته إنه بياخد وقت طويل جدا قبل ما يقرر، وده ممكن يضيع عليه فرص كتير. برج العقرب، الأخطر والأعمق. العقرب ده غامض بزيادة، ما بيثقش في حد بسهولة، بس عنده قدرة غريبة على قراءة الناس من حواليه، ولو اتخدع مرة مستحيل يسامح. برج القوس، المغامر التلقائي. القوس عاشق للحرية، ما بيحبش القيود، وبيتصرف دايما على طبيعته. بس التلقائية دي ساعات بتوقعه في مشاكل من غير ما ياخد باله. برج الجدي، الصلب والأكثر جدية. الجدي دايما بيحب الشغل، وكل همه إنه ينجح، ما بيهزرش في القرارات، ودايما عنده خطة لكل حاجة. بس ساعات بينسى يستمتع بالحياة في وسط كل الدوشة والحسابات اللي في دماغه. برج الدلو، الغريب المبدع. الدلو ده مش شبه حد خالص، دماغه في حتة تانية، ودايما عنده أفكار محدش بيفكر فيها. بس المشكلة إنه ساعات بيحس إنه مش مفهوم، وده اللي بيخليه يبعد بدل ما يقرب. برج الحوت، أطيب قلب وأعمق إحساس. الحوت عاطفي جدا، وبيحس بكل الناس من حواليه حتى قبل ما يتكلموا. بس مشكلته إنه بيثق في ناس ما تستاهلش، وده اللي بيتعبه جدا. كل برج ليه حاجة بتميزه، والصفات دي مش كلام وخلاص، دي حاجات حقيقية الناس بتشوفها فيه. قولي في الكومنتات انت برج ايه، وهل الكلام ده فعلا بيمثلك ولا لا.